ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن الطريقه الجديده اللي انا اكتشفتها اللي هتخليني اقدر ابقى متاكده من درجه الفاونديشن دي ان هي تبقى درجتي من قبل ما اشتريها اونلاين. والناس اول ما تشوفني انا عليا فيديو بلوجر، بعمل فيديوهات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، فلو عايز تنضم لشلتنا بليز اعملي لايك لصفحه الفيسبوك وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب ولايك للفيديو ده كمان. ويلا بينا. مبدئيا انا كنت قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي لما تختاري فاونديشن تعرفي لو هو مثلا التستر بتاعه موجود جوه مصر ازاي تعرفي اذا كان هو ده درجتك بالظبط ولا لا. بس انا ممكن اراجعهم بسرعه ان انت بتحطيهم هنا مش هنا. لو حطيتيها هنا ولقيتيها نفس درجتك بالظبط يبقى هو ده الدرجه بتاعتك. وكنت قلت لكم قبل كده انه لو التستر بتاع الفاونديشن مش موجود جوه مصر وانت عايزه تشتري فاونديشن من بره مصر، في ويب سايتس كتيره مهمتها ان هي تقول لك الشيد بتاعك بيساوي ايه. يعني تدخلي مثلا انا بستخدم في ميك اب فوريفر الدرجه بتاعته كذا وبستخدم ماك الدرجه بتاعته كذا، يوم هو جايب لك الدرجات دي بتساوي ايه في الفاونديشنز التانية وكده. زي مثلا في ويب سايت اسمه فاونديشن، في كذا ويب سايتس مهمتها ان هي تعمل كده. بس برضه في الاول وفي الاخر مش بنبقى متاكدين مليون في الميه ان هي الدرجه دي بالظبط. اوقات بتبقى اغمق درجه او افتح درجه، فاحنا بنبقى عايزين نبقى متاكدين مليون في الميه ان هي دي الدرجه بتاعتنا. وخصوصا ان في فاونديشنز بتبقى غاليه جدا، يعني مثلا ممكن تبقى بالشحن بالجمارك وكل حاجه مثلا 1200 جنيه مثلا. فصعب ان احنا نرمي 1200 جنيه في الارض في فاونديشن احنا مش متاكدين منه اذا كانت هي دي الدرجه بتاعتنا ولا لا. طيب انا مبدئيا اكتشفت طريقه جديده تخليني اقدر ان انا احدد بالظبط الدرجه بتاعتي. بعمل ايه؟ طبعا انتوا عارفين انه بره في امريكا او اي بلاد عربيه وكده بيبقى سيفورا بينزل تسترات للفاونديشن بيديها للناس. طبعا التستر ده بيبقى اوريدي يعني ليه ليبل البراند وبتبقى يعني اوريدي مش معمول بالايد او كده، لا بتبقى اوريدي البراند منزله تسترات باسمها مطبوع وكل حاجه، فبتديها للناس علشان قبل ما تشتري فاونديشن تجرب الاول تقول تمام خلاص يبقى هي دي الدرجه بتاعتي، خلاص انا هشتري فاونديشن. طبعا احنا ده في مصر ما عندهاش سيفورا، تمام؟ فاحنا هنعمل ايه؟ اللي انا اكتشفته من قريب انه في ناس كتير قوي بتيجي على اي باي بنات بينزلوا التسترات بتاعتهم ما بتبقاش مفتوحه، يعني بتبقى مقفوله، يقولوا مثلا احنا مش عايزينهم لو حد عايز يشتريهم كده. الفكره ان التسترات دي بتبقى اسعارها عبيطه جدا، فمثلا بتبقى سات كده عباره عن كذا تستر مع بعض بتشتريهم وبعدين بعد كده بتجربي بقى، يعني عقبال ما توصل لك في الشحن والكلام ده بتوصل لك البيت تقعدي تجربي بقى الدرجه بتاعتك لغايه ما تبقي متاكده الدرجه دي مثلا بتاعتي هتبقى كذا، عشان لما تشتري اونلاين تبقي عارفه ان هي الدرجه بتاعتك في الفاونديشن كذا. يبقى دفعتي رقم عبيط، يعني التسترات دي بتبقى فعلا اسعار عبيطه جدا، فتبقي دفعتي حاجه عبيطه جدا بس تبقي متاكده مليون في الميه ان الدرجه دي هي الدرجه بتاعتك. عايزه اوريكم التسترز اللي انا جايباها من ويب سايت اي باي. مثلا انا كنت عايزه الفاونديشن بتاع تو فيس، فانا اشتريت التستر ده هو بيبقى كذا درجه وبجربهم مثلا وكده. الدرجه اللي الاقيها هي دي مناسبه خلاص يبقى هي دي فعلا درجتي. وبرده في تستر اللي هو بتاع اوربان ديكي الفاونديشن بتاعه حاطط لك بقى كل الدرجات بتاعه الفاونديشن بتجربيها بتطلعي التستر وتجربيه او كده. نصيحه بلاش يا جماعه تشتروا التسترز اللي هي بتبقى في علب صغيره دي انون، لا بلاش يا جماعه، لان بتبقى في الغالب دي حاجات من الصين وحاجات مش كواليتي بتاعتها كويس او كده. هاتوا الحاجات التسترات اللي هي بتاعه البراندات اللي هي بتبقى مطبوعه في ورق وملزوق فيها كده، ان انت بتخشي على اي باي بتدوري على اسم الفاونديشن اللي انت عايزاه. يعني مثلا عايزه فاونديشن تو فيسد مثلا، بتكتبي فاونديشن تو فيس سامبل مثلا او كده، هتلاقي بقى السامبلز اللي هي زي دي. بس في الطريقه دي انا اكتشفتها جديد وفعلا ريحتني جدا ووفرت عليا فعلا فلوس من ان انا اجيب فاونديشن غلط وكده. فيا رب اكون افدتكم في الموضوع ده واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.